السلام عليكم الخوت لا فامي، دائما كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم قناه دانيز بالبشير. اليوم حاولت نبارطاجي معكم شي قصص اللي كانوا وقعوا هنايا في تركيا. مره غادي نعاود لكم شي قصه اللي هي واقعيه. غادي نعاود لكم اليوم واحد القصه ديال النصب والاحتيال، كيفاش كينصبوا على الجاليه المغربيه او العرب اللي كيجيو اول مره لتركيا. تيجيو الطاكسم، حنا كسبيل المثال غنتكلموا على اسطنبول. استقلال جدسي اللي كيتواجد في طاكسم ميدان، هذاك الشارع ديال من طاكسم ميدان حتى للتونيل كاين تما كاين واحد 1500 يعني كيلو و500 متر تقريبا بحال هكاك. دونك غادي ديك المنطقه تيكونوا فيها الناس ديال النصب والاحتيال، كيقوسوا على شي واحد اللي عربي تيصيدوه. تما كيكونوا هما كيتكلموا اللغه العربيه، شي اتراك اللي تعرفوا اللغه العربيه بحال اللغه السوريه. كتكون انت غادي ما بك ما عليك من هذاك الشارع حتى تيجي عندك تيقول لك تشاكماك وهي سميتها وهي البريكه. تيكون شاد كارو تيجي عندك تيسولك تيقول لك واش عندك تيقول لك وير ار يو فروم، تقول انت اي ام فروم موروكو او اي ام فروم اني كانتري، يعني كيف ما بغات تكون هذيك الدوله. وكيدخل معك ديك الساعه في الكلام، كيبقى يمشي معك. انا غادي نرجع للقصه نقول لكم كيفاش كيدخلوا في النص او كيسول لك شحال في الساعه، كتقول لي الساعه دي تما كيبقى يدخل معك. انا واحد النهاريات كنت غادي ما بيا مع ماشي اصدقاء ديالي في الشارع ديال الاستقلال. كنت نتلاقى مع واحد الاخ، واحد ولد الحومه، ولد حي السلام من سلام، ولد حي الاضافي تقريبا تما كاينه. هو خدام في الامارات في الشرطه او الجدارميه، ما بقاش كنتذكر. غادي في هذاك الشارع ما بيا ما عليك كنشوفو تيقول لي اخويا السيمو. تنظر انا كنتلفت كنشوف فيه، قلت له كتعرفني؟ انا ما بقيتش عاقل عليه. قال لي واش انت هو اخو السيمو؟ قلت له انا هو اخو السيمو. داكشي بقيت كنهضر معاه، هادي بخير فين انت فين الغبور، شحال عايش معاه في تركيا وهادي. بقى تيدخل نهضروا انا وياه في الهضره شويه وانا نشوف معاه واحد خاين. هذاك خاين تنعرفو انا، داك الولد عارفو انا نصاب، كينصب على بنادم، كيدي الناس للديسكوات، كيدي الناس هذه الخدمه ديالو هي هكا، تينصب عليك تيديك هادو لي بواط لي ديسكو اللي فيهم النصب والاحتيال. انا هضرت معاه بالفرنسيه، قلت له رد البال. قال لي انا راه حنا ولاد اهل وساله اهل وباله، يرؤون البعيد من قريب وصمهم من حائد. قلت له انت راه كتفكر في شي هو تيقول شي وكاين ويلك في شي، رد البال من هذا الخاين هذا. صافي ما قلت له انا نصيت وذكر فين الذكرى تنفع المؤمن. شفتو مع ذاك النص قال لي انا راه خدام في الجندارم ولا مع البوليس، والله ما بقيتش عاقل في الامارات. قلت لي صافي ما كاين حتى شي مشكل. قلت لي غير رد البال. قال لي انا غادي يدورني ويساليني يوريني هنا الاستقلال وهذه وداك الشيء ويديني لسلطان احمد وغندبر عليه نعطيه شي حاجه وصافي. قلت له ورد البال. قال لي واعطيني النمره ديالك، عطيته النمره ديالي صافي. قال لي نتلاقاو ونشربوا شي قهوه. ما قلت لي ما كاين حتى شي مشكل، اتصل بيا. دونك مشات واحد يومين ما بيا ما عليا، 4 5 ديال الصباح تقريبا تيدور لي التليفون 5 ديال الصباح. انا غير شعلت التليفون باش نشوف النمره ديالو، قلت انا صافي طاح في الشبكه، هذاك خينا راه داه، دار لي خاويه في عمره، دار لي الغوفيز الفلوشي. صافي انا عرفت وانا مشيت النمره ديالو مع 5 ديال الصباح كنعرفوا مليون في المية بان هذاك راه دار ليه شي دال شي اللي وفين دال اخطر ديسكول عندنا كاين في حربيه لو فلوبيرت ديال اخطر مافيات كاينين هنايا في اسطنبول. دال تما كاينه، جات لي الفاتوره فيها 6 المليون، 6000 دولار. جاوت لي الفاتوره ديالو، حطوه تما كاينه، كيجيو حطوه. شاف داك الشيء، شاف صحاب لي سلطان سليمان القانوني، حطوا ليه الدريات الرواسه وهذه، وبقى غير كيشرب وكيضرب وصافي، والميفا والشراس ولا كيضحك مع راسو وهذه. حتى جات ليه في الاخر البال، وهي تجي ليه قدا كيقلب على داك الخينا ما لقاش مازال. وداك الساعه ناض كيتصل بيا خويا بالبشير، عتقني اش غادي ندير. قلت له دابا انت فين كاين؟ قال لي انا راه كاين في البلاصه فلانيه. قلت له شوف دابا شحال عندك ديال الفلوس في الجيب ديالك؟ قال لي عندي واحد شي 300 دولار. قلت له اش غادي تقول لهم؟ قول لهم انا راه الكريدي كارد ديالي راه ما عنديش هنا، راه انا عندي في الاوتيل، صيفطوا معايا شي واحد واخا انا قلت لي ما تدابش معاهم، الا دابتي معاهم راه غادي يضربوك ويتكرفسوا عليك وغادي ياخذوا لك الجواز السفر ديالك وغادي يتعداو عليك تماك. دونك اش غادي دير معاهم؟ الحيله احسن من العار. اش غادي دير معاهم؟ قول لهم هاي 300 دولار وصيفطوا معايا شي واحد في الكومي ولا الكارسون يمشي معايا للوطيل ديالو. هو كان جالس في مرمر اوتيل اللي كاين في طاكسم ميدان حدا الساحه ديال طاكسم تما. قلت لي سير تما كاينه بعدا، خرج بعدا من هذاك النايت كلوب وسير تما وانا غادي نقول لك اش غادي دير. دونك هذاك الشيء تبع التعليمات ديالي اللي قلت لي، خرج من تما كاينه، مشى للوطيل.
طلع اللوطير، منين طلع اللوطير بقى هذاك خاين هذاك الكارسون تما تيسانو باش يجيب الفلوس. واحد 10 دقائق 15 دقيقه هو يتصل بيا قال لي اخو دنيز انا راه وصلت، راه طلعت اللوطير. قلت له صافي، قلت ما تجاوبوش مازال في التليفون ديالي شويه، وما يدور الريسبسيون اللي كاين هناك خاينه اللي جا معاه، تيتصل بالريسبشن قال لي في اللوبي، كاين في اللوبي، قال لي هذاك السيد اللي جا ما قول ليه هبط يهضر. قلت لي انا اعطيني النمره ديال هذاك السيد اللي كيتصل معك ديال داك اللوطير شنو هو. دخلت النمره في الانترنت، اتصلت بهم، قلت لي هذاك السيد راه دبلوماتيك ونصبوا له، راه كتعرف هضرت معاه باللغه التركيه. قلت لي هذاك السيد راه شنو كاين واشنو كاين وفين عايش. قلت له واش انا مغربي، قلت لي انا راه دبلوماتيك، وهذاك السيد واش نصبوا عليه وداو لي دور ليهم البوليس. قلت لي باش يجيو لهم صافي. منين قلت لي هذيك الهضره صافي تاق بيا، هو يقول لي انا غادي ندور للبوليس. صافي هذوك شافوا هذيك الهضره البوليس دخلوا فيها صافي، حتى هما هذيك الخدمه ديالهم غير نصبوا الاحتيال على التوريست. صافي هو يمشي هذاك خاينه صدق، خلى 300 دولار اللي كانت مشات ليه. لغد ليه اتصل بيا قال لي شكرا اخويا بالبكتي، واش شتي يلا شتي يا كنذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قلنا لك هاك راه غادي يديك غادي يقلبك، وليتي تقول لي انا راه ولاد السلا ولاد هادي حنا المغاربه ما يقلبنا واحد في الاخر دار لك القالب. دونك ما كنتش انا كنت تخلص هذيك 6000 درهم. يقدر يكون دابا تيشاهدني وعقلت يا ولد حي السلام مره اخرى مع ريما، راه ريما ديما ترجع للقاعده ديالها القديمه. دونك هذا واحد الموضوع حاولت نبارطاجي مع الجاليه المغربيه والناس التوريست اللي كيجيو تركيا. ما عمركم تثقوا في هذوك الناس اللي كيكونوا غاديين في الشارع يجي يسولكم يقول لك البريكه او يقول لك الساعه، فهمتي؟ راه كيدخلوك بهذه الطريقه هذه وتيبقى يتذكر معاك هذه انا راه تركي انا كلم عربي طق طق الراق، تيبقى داخلك بهذه الهضره هذه، تيمشي عرض عليك، تيديك تاكل في المطعم، تيخلص هو، راه ماشي كتخلص انت كتمشي معاه، كيدير لك فيك واحد تدير فيه يعني كيفاش كيخليك دير فيه واحد الثقه، فهمتيني؟ تيمشي معاك يخرج معاك يبقى يجلس معاك كاع النهار كامل، يقدر ما يمديكش هذاك النهار، يقدر يديك حتى الغد ليه حتى تيثبتك، تيدير لك ان تبت يده في الاخر عاد كيضربك واحد الضربه اللي هي الكاو تكنيك، تيديك لهذوك البلايص اللي هما فيهم نصبوا. شحال ديال الناس نصبوا عليهم، ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه، شحال ديال الناس ديال الخليجيين، الاغلبيه ديال الخليجيين كيديو هما تيطيحوا على الناس ديال الخليجيين بزاف، لان الناس ديال الخليجيين ديال السعوديه ما يقدرش يمشيو يديكلاريو في القنصليه ديالهم بانهم راه كانوا في الديسكو ولا كانوا في المرقص ولا في هذه، فهمتي؟ تيخلصوا دوك الفلوس وتيكمدوا على هذا وتيمشيو، لان اش غيمشي يقول القنصليه ديالو دور للبوليس. ملي كيجي البوليس التركي تيحولوا داكشي للقنصليه، كيدخلها فيها كيوليو المشاكل، فهمتي؟ تيقول الانسان اللهم نخلص الفلوس ومن بعد نص ساعه مره اخرى ما نجيش. شحال ديال الناس داروا لهم هذه الطريقه هذه، وردوا البال ديالكم. انا كنصحكم غدا غادي ندير لكم واحد الموضوع ديال واحد خاينه، واحد تركي نصب على واحد البنت قاصر 18 سنه عندها. غدا نتابعوا هذا الفيديو ده ان شاء الله، انا غادي نعاود لكم كيفاش حملات معاه وما بغاش يصيب لها الاوراق وتفلى عليها، وكان غادي نعاود لكم هذه القصه هذه ان شاء الله باذن الله. كل مره غندير لكم قصه حقيقيه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واللي ما عرف شي حاجه يحاول يتصل بي، راه ديما التليفون راه معروف وراه نحاول نساعده. والى اللقاء.